حاسه اني بجلدهم. انا امال ناصر، ودي رحله 65 نصيحه لثانويه عامه عشان تبقى طالب جامعي. كل فيديو اقول لك لو ذاكرت هتنجح، لو ذاكرت هتحصد نتيجه تعبك، لو ذاكرت هتفرح اهلك. الفيديو ده بقى هقول لك لو ما ذاكرتش ايه اللي هيحصل. اول حاجه مش هتجيب مجموع، ده لو ما سقطتش. تاني حاجة بقى هتضيع تعب أهلك، تعب أهلك اللي بيشقوا عشانك، تعب أهلك اللي واثقين فيك، وهتضيع ثقتهم دي خيبة أمل كده. حاسة إني بجلدهم. اجلد اجلد. اما نفسيا بقى هتحس انك انسان مش كويس، هتحس احساس الندم، يا ريتني كنت ذاكرت، يا ريتني كنت عملت، وتقعد تندب حظك. وزمايلك اللي ذاكروا حتى لو ما دخلوش الكليات اللي هم عايزينها، على الاقل هيكونوا راضيين عن نفسهم وعارفين اللي هم عملوا اللي عليهم، مش زيك. انت نموذج حقير. صح، انا فعلا حقير فعلا. انت مش انسان. وده غير عمرك اللي هتضيعه عشان انت انسان مش مسؤول، ومش عايز تذاكر ومش قادر تذاكر ونفسك اقوى منك. اما بقى لو مش عايز كل ده يحصل لك، سهله، ذاكر.